اذا نتوما من عشاق الحلويات اللي تجي معلكه وبنينه بحشوه بزاف بنينه واقتصاديه وما تديلكمش بزاف وقت، نقترح عليكم هاد الحلوه اللي راح ديروها في العيد ان شاء الله، وبزاف بنينه بالكراميل والصابلي. مرحبا بكم في مطبخكم انسه، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم لاباس. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم. اذا بغيتو جربتوها ما تنساوش تبعثوا لي تطبيقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك مطبخ انسه. تعالوا مع بعض نبداو طريقه التحضير. اول حاجه العجينه هنايا راح تقطع لكم حوالي 40 حبه بهذه المقادير. عندي هنايا كما كنتم تشوفوا كاس سكر كلاص، 4 مغارف كبار مايزينا، عندي نصف كيس خميره كيميائيه، عندي ملعقه صغيره فانيليا، 4 مغارف كبار تاع الزيت، وكذلك عندي 100 غرام تاع الزبده مع بيضه كامله وصفار بيضه. اول حاجه حنخلط المواد السائله اللي راح تكون الزيت والزبده والبيض، ونزيد نخلط الكاس تاع السكر تاعنا سكر كلاص. 100 غرام الزبده راح تقطع لكم كميه لاباس بها حوالي 40 حبه. نخلط كل شيء مع بعض، نزيد الفانيليا تاعنا ونضرب بالباتور. اذا ما عندكمش باتور تقدروا تستعينوا بالايد تاعكم ولا بالبيتخا. نضرب الخليط كل حتى يدخلوا كامل المكونات مع بعض ويصبح عندنا خليط ابيض. هاد الحلوى بزاف بنينه وهشيشه كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما تجانسوا كامل المكونات نروح نجيب الفرينه تاعنا. هنايا تلموا العجينه حسب الفرينه تاعكم، الفرينه تشرب ما تشربش على حسب تاعكم، الفرينه حسب نوع تاع الفرينه. كما راكم تشوفوا نلموا فقط باطراف الاصابع ما نعجنوش. العجائن تاع الصابلي ولا تاع الحلويات نسيو الماكسيموم كيف ما نعجنوهمش، فقط نلموا بطرف الاصابع. هنا لك العجينه تاعنا بعد ما لميتها، شوفوا القوام تاعها كيفاش يكون. نلمها هكا بورق بلاستيكي ونخليها ترتاح ونمشي نحضروا تاعنا. هنا المول استعملت هذا المول شكلت كريات، تحبوا توزنهم انا ما وزنتهمش بس راح نعمر الليمون تاعي بهذا الشكل. شفتوا الليمون اللي استعملتهم كيفاش دايرين، استعملوا اي مول تحبوه. انا استعملت هذا المول، شريته العام اللي فات هذا المول ولكن ما خدمتش به. هيا قلت هذا العام خليني ندير به وصفه. هذه الوصفه بزاف وهي تجي هكا في راسي. كما راكم تشوفوا انا هنا درت لهم الخميره، راح نتقبهم شويه باش كي ينتفخوا لي ما ينتفخوليش كامل. اذا تحبوا معناتها تستعملوا نفس العجينه ما نحول الخميره هكا باش ما ينتفخوا لكمش، سورتو اذا كنتوا حتلصقوهم. انا مش حنلصقهم، اذا كنتوا حتلصقوهم ما تستعملوش الخميره. نساويها مليح ونحي الاطراف هكا بالظهر تاع الموس بهذا الشكل، ونواسي بالفرشيطه نثقب هكا باش ما ينتفخوناش بزاف. نكمل نفس العمليه لكامل الحبات تاعنا. تقطع لكم كميه لاباس بها وبزاف بنينه هاد الحلوه بهذا الشكل. هنا اللي كملت الحبيبات تاوعي راح ندخلهم يطيبوا. قلبوهم وطيبوهم، تقلبوهم ما طيبوهمش على وجههم، نطيبهم بهذا الشكل على 180 درجه من التحت وبعد نشعلهم من الفوق. شوفوا انا الحبات تاوعي هم اللي طابوا، كاين اللي نسيتهم الاولين هادوك تحمروا لي شويه زياده، ولكن افضل انكم طيبوهم كيما هادوما صفوره ماشي محمر بزاف، محمرين بزاف، والظهر تاعهم يكون هكا محمر. بالنسبه للحشبه عندي هنايا جوز، شويه تاع جوز يكون مدشش ولا مكسر شويه. وهنا عندي الكراميل، استعملوا طوفيا اي نوع كراميل عندكم. ذوبت الكراميل مع الشوكولا السوداء وشوكولا حليب ودرتهم خليتهم يبردوا، درتهم في البوش. مثلا درتو الحشو تاعنا، درتو الكراميل 100 غرام كراميل نديرو 50 غرام تاع شوكولا.
وندير هكا حبات الجوز تاعنا كما راكم تشوفوا من الفوق بهذا الشكل. كمل نفس الحبة تاعي بنفس الطريقة. تجيكم هاد الحشوة بزاف معلكة، كان يقولوا له غاناج ولا ما على باليش. المهم اذا نتوما درتوا تحبوا ديروا شوكولا بيضاء ولا شوكولا حليب، هذيك الشوكولا تاعنا هنا ذوبتها، درت لها شويه زيت فقط ملعقه زيت ونبدا نقلاصي في هنايا طحت لي ونقلاصيهم هكا بالشوكولا تاعنا. تحبوا ديروا كراميل وحده كيما تحبوا، ولكن سيو الميلانج تاع الخليط بين الكراميل والشوكولا راح يعطيكم مذاق بزاف بنين. نقلاصي الحبه تاعي بنفس الطريقه، نحطهم جانبا. بالنسبه للتزيين انا ما درتش حاجه كبيره تزيين، درت هنا ملعقه صغيره تاع زيت نباتي، راح نجيب اي نوع ملمع، ندير شويه هكا ملمع ونخلط بالبنسو تاعنا. البنسو نعطيكم حاجه، البنسو كي تخدموا بهذا الملمع غسلوه ديريكت لانه راح يولي لكم خضر ويفسد لكم، تخلوه شيبات ولا تجستو عليه ولا حاجه هكا. نحكم الخليط تاعنا ونجيب الحبات تاعنا ونبدا نرش عليهم بهذا الشكل. قلت لكم وصفه بزاف سهله تمتم ديروها وبزاف بنينه. اذا عجبتكم ما تنساوش تدعموني هكا بالاشتراك في القناه وبجام كومنتير. هنا شوفوا الحلوه هنا درت لها دونتيل، ولكن كي حطيتها ما عجبتنيش باسكو الحلوه راهي ساك ما تسحقش الدونتيل والشكل تاعها بنين. بعد نحيته الدونتيل، انا كنت فيلميت الفيديو ما عجبنيش الشكل تاعها هنايا، بعد نحيت لها الدونتيل وقدمتها بهذا الشكل احسن لانه صاب لي سامبل ما تستحقش الدونتيل. وكانت هذه الوصفه سهله وبنينه ويعطيني الصحه. نتلاقى في وصفه اخرى. باي باي.